لو فاكر إن زلزال سنة 92 هو أكبر زلزال حصل في تاريخ مصر، فالكلام ده مش صحيح، لأنه في زلازل كتير حصلت أقوى منه، زي زلزال الفيوم اللي حصل سنة 1847 وسبب تدمير حوالي 2987 منزل و42 مسجد، وزلزال تاني حصل سنة 1903 مفيش تفاصيل كتيرة عنه، لكن البيانات المتاحة إنه ساب وراه حوالي 10,000 قتيل، وكان سبب في إنشاء مرصد حلوان للزلازل. وزلزال تاني ضرب جزيرة شدوان في البحر الأحمر سنة 95 واتأثرت به محافظات مصر كلها، وامتد تأثيره للسودان وأثيوبيا وفلسطين، ونتج عنه تشققات في جزء من أراضي البحر الأحمر وما حصلش فيه وفيات. وبرغم إن زلزال سنة 1992 ما كانش الأقوى، لكنه الأشهر لعدة أسباب، منها إنه لسه من فترة قريبة ومعظم جيلنا أو الجيل اللي قبلنا حضره. ثانياً إنه مركز الزلزال كان في مدينة دهشور، والمنطقة دي الأرض بطبيعتها طينية أو رملية مش صلبة يعني، فتأثيرها كان أكبر. كمان كان المركز في وسط أكبر كثافة سكانية في مصر، القاهرة الكبرى اللي هي بتضم القاهرة والجيزة والقليوبية، فمات فيه أكتر من 540 قتيل واتدمر فيه آلاف المنازل والمدارس. الزلزال بيحصل نتيجة اهتزازات في الصفائح اللي تحت القشرة الأرضية، وليها أسباب طبيعية وأسباب من فعل الإنسان. بس اللي بقينا ملاحظينه الفترة اللي فاتت إنه الزلازل بدأت تكتر بطريقة ملحوظة. برأيك بقى، هل الموضوع ده مؤثر ويستحق يبقى فيه اهتمام أكبر بيه، ولا عادي ودي أسباب طبيعية ما نفكرش فيها؟ لو عجبك المحتوى اعمل لايك وشير واشترك معانا في القناة عشان تتابع كل جديد.